هي المعروفة بالكاهنة، كانت ملكة أمازيغية كبيرة قادت المقاومة ضد الفتوح الإسلامية في شمال إفريقيا في القرن السابع الميلادي. كانت امرأة شجاعة وحكيمة وتمكنت توحد القبائل الأمازيغية وتشكلت مملكتها الخاصة اللي شملت جزء من الجزائر وتونس وليبيا. هي تولدت في منطقة الأورس في الجزائر وولات ملكة بعد ما مات الزوج ديالها الملك أكسيل اللي قاتل في معركة ضد القوات الإسلامية. حكامها كان قوي وصليب، واستطاعت توحد القبائل الأمازيغية تحت قيادتها. اختارت مدينة خنشالة كعاصمة لمملكتها. هي قادت حملات عسكرية ضد القوات الإسلامية اللي كانت كتحاول توسع في شمال إفريقيا. كانت مشهورة بمعركتها الشهيرة ضد القائد الإسلامي حسن بن نعمان وهزمت جيش في البداية. هي كانت كتعتمد استراتيجية الأرض المحروقة باش ما تمدش للعدو. تقاتلات هي في معركة بئر الكهنة بعد ما قاومت بكل شجاعة حتى النهاية. هي بقات رمز للامرأة القوية والشجاعة في التاريخ الأمازيغي والرمز للمقاومة الوطنية ضد الغزات. وكاينه في الذكرى الشعبيه والمعروفه في بعض المناطق باسم الكاهنه. كاينين الاختلافات بزاف على الديانه ديال هي. كيقولوا شي مصادر بلي انها كانت ساحره وكتمارس السحر والشعوذه، ومصادر اخرين كينفيو هاد الهضره هادي. والمصادر الثانيين كيقولوا انها كانت يهوديه، والمصادر الاخرين كيقولوا انها كانت امازيغيه مسلمه. ما كاينيش معلومات مؤكده على ديانتها الحقيقيه. إلا وصلتي لهنا وعجبك المحتوى فما تنساش لايك وتشترك في القناة، وباي باي عليكم.